ازاي انا هعمل دلوقتي كامبين على الهوم بيج دي اللي اسمها بلاك فرايداي. من دلوقتي بنبدا نعمل كده، ان احنا دلوقتي 4/11 والبلاك فرايداي ده بيبقى اخر جمعه في شهر نوفمبر. هنا بعمل اكوايرنج البلاك فرايداي في مصر بالعربي على اللاندنج بيج دي. انا عايز اليوزر يطلع له اعلان يجي لي هنا. ابدا ادخل على الكيورد بلانر اهو. عندي تو اوبشن ان انا ممكن ابدا اخليه هو يديني افكاري من الويب سايت. هو بيعمل ايه؟ هو بيحلل الكونتنت ويبدا يديني افكار للكيوردز من الويب سايت، او ان انا ببدا اشتغل على ان انا احط بقى كلام مع نفسي زي كده، ان انا هبدا من هنا عادي وابدا انا اكتب له بقى ايه كيوردز اللي انا بفكر، سواء كده او كده زي ما انت عايز اكوردنج للويب سايت كونتنت. انا هكتب خدمه عملاء رسميه عشان اوريكم يعني هو بيطلع افكار عامله ازاي. ممكن نشتغل على بلاك فرايداي، ممكن ابدا اشتغل على الثيم بتاع الخصومات بقى، عروض. طيب وابدا اقول له انا اديته 4 بس، هو بيشيل لغايه 10 افكار، اداني 1650 فكره ريليفنت لكلمات الافكار اللي انا اديتها له. كمان ممكن ابدا اعمل ان انا ابود الاشياء، يعني ممكن اخد كلمه موبايلات بدا هو يديني اقتراحات بقى. طيب بدا بقى يديني شويه حاجات ليها علاقه بالكاتيجوريز اللي بيبيعها هذا الويب سايت. اللوكيشن بقى اللي انت شغال منه، حط البلد، حط ده جوجل مابس. واللغه اكوردنج، انا هنا دورت بالعربي، دي لغه الانترفيس، واكوردنجلي هبدا اقوم داونلود الشيت بالشكل ده. ادي الشيت بتاع الكيوردز بتاعتي او بافكار الكيوردز بتاعتي. اشيل منه العمله، هو بدا حسب الافريج مونثلي سيرش. طيب ابدا اشيل حتى الكومبيتيشن. انا عارف ان انا داخل على هاي سيزون، فالكومبيتيشن هتبقى هاي، فبالنسبه لي الكومبيتيشن في الوقت ده. عندي بقى شويه الكلمات او الكيوردز اللي انا ممكن اختار منها. دي بالنسبه لي افكار. الاول 5 6 اللي انا كتبتهم هتلاقيهم موجودين فوق. بعد كده الباقي بقى ايه؟ احنا بنختاره اكوردنج لا زي ما بيقولوا كده الريليفنسي. هنا الريليفنسي از ماست. هنا انا بعمل ايه؟ انا بعمل من الاخر كده داخل مزاد باد جروب واحد دلوقتي. طيب فالاد جروب ده انا داخل ازايد على شويه كيورد. انا دلوقتي داخل بشويه حسابات هعرف الاوبشن انسايت عامل ازاي. ليه؟ عشان اعرف احدد الديلي بادجت اللي انا محتاجها وافويد بين قوسين ليميتد باي بادجت. رقم 2 ان انا زي ما احنا بنقول ابقى شغال بباد ويل في المزاد ده. رقم 3 ابقى عارف كمان الفوركاستنج ان ترمز اوف بادجت سبيندنج وان ترمز اوف كليكس او كي بي ايز اون ديلي بيز. وابدا استخدم ده بقى زي ما بيقولوا بروبوزل، تحسبه انت لنفسك، تبعته للعميل زي ما انت عايز. ان انا اخد الكلمات زي ما احنا بنقول كده اللي هي اللي مش ريليفنت ليا هبدا ارميها، واللي ريليفنت ليا هبدا اشتغل بيها. فانا مثلا هقول والله انا يعني هم دول بالنسبه لي الكلمات اللي انا اخترتها او بالنسبه لي هتفيد في الاد جروب. المفروض دلوقتي كل الكلمات دي اللي هم حوالي 50 كلمه دول بالنسبه لي كلهم ريليفنت. طيب يبقى ريليفنسي دون كلهم. بعد كده ببدا اشتغل على المونثلي سيرش من الكبير للصغير. احنا المفروض بنختار الكلمات اللي ليها ريليفنسي عاليه لينا، اللاندنج بيجز بتاعتنا واليوزر بيهيفير بتاعنا، كمان السيرش فوليوم العالي. طيب ليه؟ علشان السيرش فوليوم العالي او السيرشابيلتي هتخلي في امبريشنز، هتخلي الاعلان لو انت عامله كويس هيظهر في الاول او هيظهر في التوب بيجز اللي هم الاول 4، بين اليوزر يكليك فيبقى سي تي ار عالي، فالاعلان يبدا زي ما بيقولوا كده ياكتيفيت بشكل كويس. انا داخل ازايد باختياري 37 كي وورد بالنسبه لي ريليفنت والسيرش فوليوم بتاعهم كويس. ابدا احسب الحسبه ازاي عشان ابقى عارف انا المفروض اعمل ديلي بادجت قد ايه. اول حاجه بعملها ان انا بجيب الافريج بتاع الكوست بير كليك. هنا المونثلي ده بقى افريج، فانا كمان عايز اجيب الافريج بتاع الكليك. اقول له ايكوال اللوست رينج بلس الهايست رينج على 2، زي ما احنا بنقول كده الافريج موجوده معايا اهي. بعد كده بلاقي ان في كي ووردز مالهاش سعر مع ان فيها سيرش فوليوم. هو ازاي الكلمات ليها سيرش فوليوم ومالهاش سعر؟ الكلمات دي ما اتفتحلهاش مزاد، يعني didn't receive clicks within التايم فريم ده، بس انت لو خدتها ممكن يتفتح لها مزاد. فجوجل يقول لك ايه؟ يقول لك اسيوم ليها سعر، افترض ليها سعر افتراضي. طب افترضه ازاي؟ يقول لك خد اقل افريج، بما ان هي هيموجينيوس ليست، لسته متجانسه، لسته ينفع تبقى الترنتيفز لبعض. فانا دلوقتي عملت ايه؟ عملت الافريج بتاعت الكوست بير كليك. بعد كده بدخل على حاجه اسمها ماركلي افريج كوست بير كليك. انا عايز بعرف الكلمه دي اتصرف فيها في المزاد اللي بيتارجت الدوله دي فلوس قد ايه في الشهر، عشان المانثلي سيرش طالع لي او السيرش طالع لي بالشهر، وانا كمان عايز الكوست بير كليك تطلع لي بالشهر. هضرب التو افريجز في بعض، اقول ايكوال سعر الكليكايه الواحده في عدد السيرشز اللي بتحصل في الشهر. طيب هبدا اكرر ده وكل الكي ووردز بتاعتي. خلاص بقى عندي توتال الفلوس اللي بتتصرف على كل الكي ووردز في هذا المزاد، وعندي توتال السيرش فوليومز. بعد كده ببدا اجمع توتال الفلوس، ده توتال الفلوس اللي اتصرفت في هذا المزاد بتاع جوجل ادز في هذه الدوله. فبقى عندي ده اوبشن انسايت، توتال الفلوس اللي بتتصرف على الكلمات اللي انا عايز ازايد عليها
وتوتال الناس اللي بتسيرش على الكلمات اللي انا عايز ازايد عليها. استخدام الكيوردز دي كل الناس بكل الادفرتايزرز بيصرفوا 2 مليون جنيه. الفكره بقى بتقول انا هاجي احسب شويه حسابات، بحسب حاجه اسمها اوكشن افريج كوست بير كليك، اللي هو المزاد ده الكليكيه فيه من ابو كام، اللي هو ده بالنسبه لي البيد متوسطه كام في الفيلم بتاع الاد جروب ده كله. بقول كده توتال الفلوس اهو على توتال البني ادمين، فالمزاد اللي انا داخله ده الكليكاه فيه بحوالي 17 جنيه و70 قرش. طيب ده اوفر اول كده متوسط سعر الكليكايه في الاد جروب ده كله، او ممكن تبقى الكامبين دي كلها. اجي بقى اقول انا الماركت شير بتاعي هاخد كام كليكس. انا بالنسبه لي الكونفرجن ريت بتاع البني ادمين اللي هي هتيجي من الاخر يعني ال 108,000 واحد دول مش كلهم هيدوسوا على اعلان. ايوه كام واحد هيدوس على اعلانك؟ قال لك زي ما انا كنت بقول لك كده السي تي ار، احنا بنريفير للسي تي ار اللي جوجل قال عليه. قال لو انت رقم واحد فالافرج بتاعك 7 وانت طالع، لو انت في النص فالافرج بتاعك بيبقى 5 وانت طالع. فانا هقول ان انا هبقى في النص، هشتغل على 5 بس مش وانا طالع كمان، كاني بفترض ان السي تي ار بتاعي هيفضل 5. يعني ايه؟ يعني كل 100 واحد هيشوفوا اعلاني 95 مش هيدوسوا عليه وخمسه بس اللي هيدوسوا عليه. فاكوردنجلي يبقى السي تي ار بتاع هذه الاد جروب هيبقى 5 طول الوقت. ده على الافتراض. عشان اعرف احدد بادجت فانا هقول كده ان الماركت شير اوف كليكس بنقول عليه مانثلي كمان، هو ده في الشهر مانثلي ماركت شير اوف كليكس، انا هحسبه على كام؟ على 5% نسبه للسي تي ار بتاع الكامبين المتوسط. فهقول كده ان انا هيجي لي عدد كليكات في الشهر بيساوي توتال الكليكرز او السيرشرز دول في 5%. يبقى انا هيجي لي في الشهر حوالي 5425 كليكس. طيب هتدفع بقى عايز ديلي سوري عايز مانثلي بادجت قد ايه؟ فانا هيجي لي 5425 كليكايه، متوسط الكليكايه ب 17 جنيه و70 قرش. هضرب الاثنين في بعض في 17. طيب قال لي والله انت محتاج في الشهر تشتغل ب 96,000 جنيه. البلاتفورم بيشتغل ديلي، مش هقدر اقول الديلي بادجت نيدد اللي انت محتاجها. هقسم المونثلي بادجت على 30.4. اشمعنى 4؟ عشان جوجل قال لك في شهور فيها 31 يوم. يبقى انا محتاج في اليوم 3161 جنيه. الفوركاستنج بتاعك او احنا بنقول عليها بروجكتد ديلي اكس. طيب بنفس الطريقه انت في الشهر هيجي لك 5425 كليك. فاما تيجي تبقى عايز تعرف هتبقى عايز تعرف الكامبين دي هتريسيف كام كليكات في اليوم، برضه بنفس طريقه المتوسط او ايكوال المونثلي كليكس على 30.4. طلعت الفوركاستنج او البروجكتد كليكس كل يوم. يعني انا الكامبين بتاعتي كل يوم هتصرف في رينج 3000 جنيه وهتجيب لي في رينج 170 كليكس. طيب الديسكريبنسي ممكن تبقى 10% which is fine، مره فوق مره تحت on daily basis مش بتفرق.